بعدين ياكلني. المهم يا اختي ما باكلش نواشف. سامعه بقى يا ماما؟ ما انت يا بنتي اللي جايبه لنفسك، دايما مقته نفسك في المذاكره والقرايه، لما بقيت يا كبدي جلد على عظم. يعني ما ذاكرش؟ لا يا حبيبتي تذاكري، بس مش بالشكل ده. بقى صاحبتك سهير بتذاكر كده. انا يا ماما عايزه انجح بامتياز عشان ابقى معيده، وبعد كده اخد الماجستير والدكتوراه. يا دي الماجستير والدكتوراه، هم دول يا بنتي اللي هتتجوزي بيهم. يا ماما البنت ما بقاش كل تفكيرها انها تتجوز. امال يا بنتي تفكيرها هيكون في ايه تاني؟ بتفكر كمان انه لازم يكون لها دور في مستقبل بلدها. يوه اسمعي بقى، الست مكانها البيت يا استنادي. الكلام ده كان زمان، الست دلوقتي مكانها المعمل والمصنع والكليه زي الراجل تمام. البلد محتاجه لكل ايد وكل ساعد، واحنا نص البلد يا سي احمد. هقول لك ايه، غلبويه ما حدش يغلبك في الكلام. انت حره، مقاقي عينيكي بقى. انا عارفه ليه ما كنتيش زي سهير عاقله ومريحه روحها. لا يا ماما لا، ارجوكي ايه يا ابني؟ ما تقارنيش اختي بسهير بتاعتكم دي. ليه بقى يا سي احمد؟ ليه؟ بصراحه صاحبتك دي ما بتعجبنيش. اطمن انت كمان ما بتعجبهاش. انا بتكلم جد يا ناديه. ليه يا ابني؟ هي سهير مالها؟ يعني يا ماما ما بتشوفيش لبسها ولا مشيتها ولا البويه اللي بتبقى ملخبطه بيها وشها؟ افتكر دي حريه شخصيه، كل انسان حر يلبس اللي هو عايزه ويظهر بالشكل اللي يعجبه. برضه يا استنادي هي عايشه في مجتمع لازم تراعيه. دي عامله في روحها ولا بتوع السينما؟ هي ايه هتشتغل مانيكان؟ سامع بقى يا ماما، انا ما اسمحلكش تهين صاحبتي. الله، جرايه يا ولاد ما كنتم كويسين. اصلها يا ماما مزوداها قوي كده. هي مين دي؟ صاحبتك. مالكش دعوه بصاحبتي. ماليش دعوه ازاي؟ انت مش اختي؟ انا بتدخل في اصحابك؟ لا في فرق. مفيش فرق. انا ابقى اتدخل في اختيار اصحابك، ابقى حضرتك اتدخل في اختيار صاحباتي. يا ابني مش كده، دي سهير كويسه وبنت حلال. يا ماما ده كل الطلبه بيتكلموا عنها كلهم، دي فاكره نفسها ملكه جمال. ملكة جمال غصب عنك. يا شيخه يا شيخه، ده انت لو قلعتي قعر الكوبايه اللي في وشك دي وتهتمي بروحك شويه هتبقي اجمل منها. مالكش دعوه لا بيا ولا بيها، انا بقولك قدام ماما اهو. مش كده يا ناديه، ده اخوك الكبير برضه. هتتسرح هيذلني بيها. والله انا يهمني صالحك، انا مش عايز حد يتكلم عنك زي ما بيتكلموا عنها. انا ما حدش يقدر يتكلم عني. يا ترى مين اللي جاي لنا دلوقتي؟ دي الساعه 11. اما اروح اشوف مين. لا يا بنتي خليك انت، انا اللي هروح اشوف مين. مين يا ماما؟ دي سهير. سهير دي عمرها ما جات لي في وقت زي ده. بذمتك ده ميعاد زياره؟ لازم حصل حاجه. روحي يا بنتي شوفيها، دي موتة نفسها من العياط، انا دخلتها اوضه الجلوس. عن اذنك يا ماما، انا داخله لها. بصراحه يا ماما انا مش مرتاح ابدا للعلاقه اللي بين ناديه وسهير دي. كلام ايه ده يا ابني؟ دي سهير بنت كويسه واخلاقها ممتازه. والله مش باين يا ماما. احمد عيب تتكلم على بنات الناس كده، ما تنساش ان لك اخت. متاسف يا ماما، بس انا مش مطمن وخلاص. ايه ده؟ اهنيك يا استاذ، انت انجبت تحفه. لا ده كتير خالص. انت يا فندم جاي تتغزل في بنتي هنا في بيتي؟ لا 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 يا